مرحباً بكم في الحلقة السادسة من سلسلة شمال إفريقيا مقبرة الإمبراطوريات. اليوم نغوص في واحدة من أكثر الفصول إثارة في تاريخ هذه المنطقة، الوندال، إمبراطورية قصيرة على أرض شمال إفريقيا. في عام 429 ميلادية بدأت قصة الوندال في شمال إفريقيا عندما قاد ملكهم الطموح جنساريق جيشاً مؤلفاً من حوالي 80,000 مقاتل عبر مضيق جبل طارق. لم تكن هذه مجرد حملة عسكرية، بل كانت نزوحاً جماعياً لأمة بأكملها تسعى لبناء مستقبل جديد. كانت الإمبراطورية الرومانية الغربية حينها في حالة انهيار داخلي تعصف بها الحروب الأهلية والفساد. وجد الوندال في هذه الفوضى فرصة ذهبية لتحقيق طموحاتهم التوسعية. عرف الوندال بأسلوبهم الحربي القاسي والتنظيم العسكري المتميز. فور وصولهم إلى شمال إفريقيا بدأوا في اجتياح المدن الرومانية الكبرى مثل هيبون وقرطاج. قرطاج التي كانت تعتبر جوهرة الإمبراطورية الرومانية في المنطقة سقطت في أيديهم عام 439 ميلادية، وأصبحت عاصمة مملكتهم الجديدة. لم تكن قرطاج مجرد مدينة، كانت مركزاً اقتصادياً وثقافياً نابضاً بالحياة. تخيلوا شوارعها المزدحمة بالأسواق والموانئ التي تعج بالسفن التجارية القادمة من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط. سقوط هذه المدينة في يد الوندال كان أشبه بزلزال هز أركان الإمبراطورية الرومانية. ومن هناك بدأ الوندال في بناء مملكتهم التي امتدت على طول الساحل الشمالي لإفريقيا. بفضل موقع قرطاج الاستراتيجي، سيطر الوندال على طرق التجارة في البحر الأبيض المتوسط، ما جعلهم قوة بحرية مرهوبة. استغل جنساريق هذه السيطرة بذكاء، حيث أمر ببناء أسطول بحري قوي شن من خلاله غارات مدمرة على السواحل الرومانية والإغريقية. حتى مدينة روما نفسها لم تسلم من بطشهم، حيث تعرضت للنهب عام 455 ميلادية في واحدة من أشهر عمليات النهب في التاريخ. تخيلوا المشهد: جحافل الوندال تقتحم المدينة، تنهب الكنوز وتنشر الفوضى في شوارعها، بينما سكانها يعيشون في رعب وصدمة. لكن على الرغم من نجاحاتهم العسكرية والاقتصادية، كانت مملكة الوندال تعاني من تحديات داخلية. التوترات بين الطبقة الحاكمة الوندالية والسكان المحليين الذين كانوا في الغالب رومانيين أو مسيحيين كاثوليك زرعت بذور الانقسام. سياسة الاضطهاد الديني التي انتهجها الوندال ضد الكاثوليك أثارت استياء واسعاً، مما جعل المملكة محاصرة بين العداء الداخلي والتهديدات الخارجية. هذه التوترات الداخلية أضعفت استقرار المملكة وجعلتها عرضة للهجمات. وفي عام 533 ميلادية جاء الفصل الأخير في قصة الوندال، عندما أرسل الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول قائده العسكري المحنك بيليساريوس لاستعادة شمال إفريقيا. كانت هذه الحملة جزءاً من طموح جستنيان لإعادة توحيد الإمبراطورية الرومانية. في معركة ديكيموم الشهيرة تعرض الوندال لهزيمة ساحقة. تخيلوا الساحة: جيش بيليساريوس المدرب جيداً يواجه جيش الوندال المنهك، والنتيجة كانت كارثية للوندال. سقطت قرطاج في أيدي البيزنطيين، وبحلول عام 534 انتهت مملكة الوندال تماماً. رغم قصر عمرها الذي لم يتجاوز القرن، تركت مملكة الوندال أثراً لا يمحى في تاريخ شمال إفريقيا. لم يكن سقوطها مجرد نهاية لإمبراطورية، بل كان بداية لمرحلة جديدة من الصراعات والتغيرات التي شكلت هوية هذه المنطقة على مر العصور. قصة الوندال تذكرنا دائماً بأن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لبناء إمبراطورية مستقرة، فالانقسامات الداخلية قد تكون أخطر عدو لأي قوة عظمى. إلى هنا تنتهي حلقتنا عن الوندال. في الحلقة القادمة سنستكشف قصة الإمبراطورية البيزنطية ومحاولاتها المستميتة للحفاظ على سيطرتها في شمال إفريقيا. شكراً لكم على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك ومشاركة السلسلة مع أصدقائكم. إلى اللقاء.